صديقي الفنان، ازيك؟ انا مريم ودي اول قناه فنيه تعليميه شامله، والنهارده هنكمل تدريبات الرسم. فيلا بينا نشوف ازاي هنبقى اشطر رسامين. في الفيديوهات اللي فاتت اتعلمنا ازاي بنحدد مصدر الضوء، وعلى اساسه اتعلمنا ازاي بنظلل بدايه من نقطه الاضاءه لحد نقطه الظلام او لحد اغمق نقطة في التظليل. وده كان مبني على مستطيلات او مربعات، لكن مش اشكال واقعية. خلينا نقول بس صديقي الفنان، لو ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت فانت محتاج تشوف التدريبات بتاعة التظليل اللي فاتت، علشان الفيديو ده مترتب على الفيديو اللي فات. هو ايه فايدة التظليل؟ التظليل بيساعدنا ان احنا نحول الاشكال الغير ثلاثية الى اشكال ثلاثية، الى اشكال 3D. يبقى اللي نستنتجه ان التظليل بيساعدنا نحول الدايرة لكرة والمربع لمكعب وهكذا. يبقى هو الاساس اللي بيخلينا نحول العنصر لشكل مجسم. خلينا نتدرب على اول شكل وهو الدايرة. نحاول نرسم الدايرة بايدينا عادي، وطبيعي انها ما تبقاش مظبوطه من اول مره، لان احنا مش صحراء يعني، بالذات لما بيكون حجمها كبير. لو حجمها صغير ممكن اعمل حجم صغير بشكل اسرع. طبعا انا المفروض الاوتلاين بعمله يكون خفيف، مش واضح زي كده، مش زاهي، لكن انا بزهيه عشان بس يبان لكم في الكاميرا، لكن الطبيعي ان ما يكونش زاهي بالشكل ده. وطبعا ممنوع منعا باتا اننا نستخدم مسطرة الدواير، وبرضو مش المفروض اننا نلف الورقة، لان كل الحاجات دي مش بتساعدنا، بالعكس بتخلينا ما نتطورش ونبقى احسن. في اتجاهنا ده، في وشنا كده، قدامي الحاجه برسمها، بحاول احرك ايدي عليها، لكن مش بلف الحاجه ذات نفسها. كده انا وصلت تقريبا لشكل دايره كروكي كده. المفروض قبل ما بشتغل تظليل بنعمل ايه؟ بنحدد اتجاه الاضاءه. تمام، فانا حددت اتجاه الاضاءه بتاعي اهو. يبقى بدل ما دي اتجاه الاضاءة، يبقى كل ما همشي كده هيبقى ايه؟ ده نقطة الظلام. يبقى هنا عندي نقطة الظلام. اقسم الدايرة على خطوط وهمية زي ما كنت مقسم المستطيل بتاع التظليل. احنا كان عندنا مستطيل كده مقسمينه كده، ادي اول درجة، تاني درجة، تالت درجة. كنا بنمشي من اغمق حاجة للافتح شوية للافتح خالص. تمام، انا هحاول اقسم الدرجات دي هي بس على الدايرة تقريبا كده خطوط وهمية. مش لازم اعملها، انا ممكن ابقى بس متخيلها في بالي. خطوط وهمية كده بقدر الامكان تفهمني انا همشي درجات اللون ازاي، عشان اعرف ان هنا اغمق درجة، هنا افتح شوية، هنا افتح شوية، لحد ما اوصل لمنطقة الاضاءة. فانا هبدأ اظلل اهو من اغمق درجه لحد ما اوصل لافتح درجه. تظليل ما بنمسكش القلم كده، بنمسك القلم بيكون على راحه ايدنا كده من نص القلم، وببتدي اظلل. وقلنا ان في انواع واشكال كتير للتظليل. انا هنا هستخدم التظليل الدائري، ان انا بستخدم شكل الدوائر وانا بظلل. مش لازم امشي كده طبعا، ممكن ابقى تظليل عادي، يعني ممكن امشي تظليل كده عادي واسيح اللون عادي خالص، كل واحد وعلى حسب الحاجة اللي مرتاح ليها. ممكن امشي كمان المجسم كله او الدايرة كلها بافتح درجة، وبعدين ابتدي امشي اغمق واغمق. يعني ممكن امشي اعمل دوائر كلها فتحة فتحة فتحة، بعدين ابدأ اغمق بالتدريج، امشي عليهم تاني. لكن انا حابة اعلمكم الاسرع او العملي اكتر. لو احنا اتدربنا كويس على التدريبات اللي فاتت مش هنبقى محتاجين ان احنا نمشي على الدايرة كلها بالفاتح بعدين نبدأ نغمق.
انا ممكن كمان استغل التظليل ده وابقى ماشي بتكنيك اني بمشي بدواير او حلقات دائريه كده حجمها صغير، بعدين كل شويه بوسع، كل ما بروح لناحيه الاضاءه الحلقات دي توسع او تكبر. طبعا ده برضو براحتكم، كلها تكنيكس للتظليل، لكن مفيش حاجه صح ومفيش حاجه غلط. في حاجه انا حاببها اكتر، عارفه اشتغلها على الشكل قدامي احسن، لكن مفيش حاجة صح حاجة غلط. شايفين انا بمشي ازاي؟ انا بمشي بقوس، انا كل التظليل بتاعي ماشية قوس، ما ينفعش امشي خط مستقيم كده، هيخليني يبقى فيه حدود او خطوط. يعني انا لو عندي دايرة اهو كده وبمشي كده خط اهو واجي امشي اللي جنبه، هيبقى فيه حدود وخطوط ما بينهم. ده بيبقى عايز طبعا ينفع، مفيش حاجة اسمها ما ينفعش، طبعا ينفع، بس هيبقى محتاج وقت اكتر عشان نوصل للنتيجة الكويسة ويبقى كله متسيح كويس. تمام. فالافضل طبعا ان انا ابقى بمشي قوس من الاول مع اتجاه الاوتلاين. انا عندي الاوتلاين ماشي كده، فانا بمشي مع اتجاه الاوتلاين ده بس بيديني نتائج اسرع. كمل زي ما انا دلوقتي بمشي بافتح واخف درجة عندي، لان المفروض مكان الاضاءة يتحدد بابهت درجة، ومش من الطبيعي ان يبقى فيه خط هنا. احنا قلنا قبل كده في التظليل ان الاوتلاين بنحدده بدرجة الظل اللي احنا ماشيين بيها، مش بنعمل خط. الخط ده انا بس بعمله في الاول عشان احدد المساحة اللي انا همشي عليها، لكن مش من الطبيعي ان يبقى الخط ده موجود. المفروض انا بعمل الخط ده بس بشكل وهمي وخفيف من التظليل اللي انا شغاله، لكن مش بعمله خط حاد واضح زي اللي كان في الاول. نبدأ بعد كده نغمق شوية، نأكد تاني على الظل اللي تحت. كل ما بروح ناحية الجنب اليمين بفتح، وكل ما بروح ناحية الجنب الشمال بفتح. كمل تاني، نعيد عليهم تاني لان احنا عايزين نغمق الجزء ده اكتر من كده شوية، علشان كل ما نقطة الإضاءة بتبقى فاتحة جدا وكل ما نقطة الظلام بتبقى غامقة جدا بنبقى عملنا أوضح شكل. كل ما نقطة الظلام عندي تكون واضحة جدا ونقطة الإضاءة عندي تكون واضحة جدا، ففي الحالة دي أنا بكون وصلت لأكتر نتيجة واضحة للشكل بتاعي. كل ما تبقى مساحة الإضاءة أو مكان الإضاءة ومكان الظلام قريبين لبعض في الدرجات، ده بيخلي لي الشكل مش قوي ومش واضح كفاية. بالراحة على مهلي، بلاش تسرع، لان اي غلطة في الجزء ده هتبان. مش هقدر امسح، مستحيل امسح. التظليل لما باجي امسح بالاستيكة بعدين بيبان جدا جدا جدا، مش من الطبيعي اني امسح. فامشي على مهلي، مش حاجة ورايا عشان ما نعيدش الشكل تاني. صديق الرسام اظن ان ابتدى الشكل يبقى واضح ليك جدا، مش ابتدى يعني بقى واضح جدا. لان هو على ارض الواقع بالنسبه لي واضح جدا، فمش عارفه بقى الموضوع مختلف شويه في الكاميرا ولا زي ما هو. احنا كده خلصنا
التظليل الدايره. طبعا عايزين نشتغل اكتر، نغمق اكتر، كل الحاجات دي في ايدينا، بس انا بعمل ده عشان وقت الفيديو ما طولش عليكم. المفروض ببدا اشوف الظل بتاع الدايره. احنا قلنا لما الاضاءه بتبقى هنا الظل بيبقى هنا كده لورا، ما ينفعش يبقى اضاءتي هنا والظل بتاعي هنا. انا لو عندي نور جاي من هنا فطبيعي ان الظل بتاعه هيبقى هنا مش هيبقى هنا. تمام، فانا هبدا دلوقتي اهو الظل حددت مكانه تقريبا، وزي ما عملت في الكوره هبدا اعمل في الظل. المفروض ان الظل بيبقى زي شكل كده مسحوب للشكل اللي انا رسمه اساسا، وببدا اغمق هنا، بتبقى اغمق حاجه، اغمق درجه اللي هي تحت العنصر. طبيعي ان الظل يكون اغمق من اغمق درجه في الشكل اللي انا برسمه. كده احنا خلصنا الدايره، اتعلمنا فين مكان الاضاءه، فين مكان نقطه الظلام، وده بيتحدد على اساس نقطه الاضاءه، وكمان اتعلمنا ازاي بنعمل الظل للشكل. وكده حولنا الاوتلاين اللي كان عباره عن دايره لشكل 3D وهو الكره. يا ريت نطبق الكلام ده اكتر من مره عشان نقدر نعدي للخطوه اللي بعدها. وبس كده صديقي الفنان، كده خلص فيديو النهارده، وانا عارفه انك تبقى عايز تعمل لايك وسبسكرايب بس بتنسى، فاحب افكرك انك تعمل لايك وكمان تشترك في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي على خير وانتم شاطرين ناجحين فنانين مش صنايعيه. باي باي.